مقادير العجينة: كوب ونصف حليب بدرجة حرارة المطبخ، 5 ملعقة كبيرة سكر، وأيضا ملعقة متوسطة الحجم خميرة. بنخفقن مع بعض حتى تختفي حبيبات السكر والخميرة. نغطي الخليط حتى تتفاعل الخميرة ويتضاعف حجمها مدة 15 دقيقة. بعد أن تفاعلت الخميرة نضيف بيضة مخفوقة بدرجة حرارة المطبخ، وثلث كوب زيت تقريبا أقل من نصف الكوب، وملعقة صغيرة فانيلا، وملعقة صغيرة باكنج باودر، ورشة ملح. بنخفقن مع بعض حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها. ثلاث أكواب ونصف طحين أو دقيق. بنأخذ ملعقة كبيرة من الطحين وبنخليها على جنب، بنستخدمها أثناء العجن. ننخل الطحين بالتدريج فوق الخليط ونعجن بهذه الطريقة باليد حتى يختفي الطحين بالكامل. بهذه الخطوة بيكون قوام العجينة طري. بنقسم العجينة إلى نصفين، النصف الأول ننخل عليه ملعقة الطحين، والنصف الثاني ننخل عليه ملعقة ونصف كاكاو. نعجن العجينة بنفس الطريقة حتى يختفي الطحين. نضيف ملعقة صغيرة زبدة بدرجة حرارة المطبخ ونعجن لمدة 10 دقائق. نرش الطبق القليل من الطحين ونضع العجينة فيه، ثم نغلفها ونضعها جانبا. نعجن النصف الثاني حتى يختفي الكاكاو بالكامل. نضيف ملعقة صغيرة زبدة بدرجة حرارة المطبخ ونعجن لمدة 10 دقائق. نرش القليل من الطحين في الطبق ونضع العجينة فيه، ثم نغلفها ونضعها جانبا. نترك العجينة ساعة كاملة حتى يتضاعف حجمها. نرش القليل من الطحين على سطح العمل. نلم العجينة على بعضها ونفردها على سطح العمل على شكل مستطيل. العجينة طرية وما بتغلب بالشغل، نفردها باليد وبالآخر نستخدم الشوبك لنحصل على طبقة عجينة متساوية. وأيضا نفرد عجينة الكاكاو بنفس الطريقة. ثم نضعها فوق الطبقة الأولى ونفردها مع بعض حتى نحصل على شكل مستطيل متساوي.
نستخدم النوتيلا لحشو البريوش. 3 ملاعق كبيرة من النوتيلا. نوزع النوتيلا بالتساوي. وأيضا 3 ملاعق كبيرة من الجوز المجروش. نلف العجينة على شكل رول ونضغط بأصابعنا على أطراف العجينة حتى لا تخرج الحشوة إلى الخارج أثناء الشواء في الفرن. نلف العجينة نصف رول ونقوم بفتح خطوط بنفس الطريقة على أطراف العجينة. نلف أطراف العجينة بالطريقة هذه حتى نحصل على شكل رول جميل المظهر. بعد الانتهاء من تشكيل الخطوط نكمل لف الرول إلى الآخر. نضع ورق الزبدة عند أطراف الرول ونلف الرول على ورقة الزبدة حتى تسهل عليكم نقل الرول إلى الصينية. ننقل رول البريوش إلى الصينية ونترك العجينة ترتاح نصف ساعة قبل الشواء. ندهن الوجه بيضة والقليل من الحليب. ندخلها على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 على الرف الوسط. بعد الخروج من الفرن ندهن البريوش عسل أو شيرة حسب المتوفر عندكم.